شيخ الإسلام الذي لقبه الحافظ ابن حجر العسقلاني شيخ الإسلام بالمغرب، أبو عبد الله محمد ابن عرفة الورغمي قدس الله سره، المالكي الشهير الأشعري المتوفى سنة 3 و800، عصري ابن خلدون ومنافسه في أشياء. على كل حال، الشيخ ابن عرفة حدث له شيء عجيب ذكره العلامة السخاوي في الضوء اللامع، حدثتكم عنه مرة. كان عائدا من سفر له، وكان يركب أكرمكم الله على بغلة. شيخ متواضع وزاهد، كان شيخ الإسلام، خطيب الزيتونة، شيخ الإسلام في ديار المغرب، هكذا لقبه الحافظ ابن حجر، قال شيخ الإسلام ببلاد المغرب. أما الحافظ السيوطي بعد الحافظ ابن حجر فقال مجدد الإسلام في رأس 108. حسب السيوطي من مجدد الإسلام في رأس 108؟ قال الإمام ابن عرفة، أبو عبد الله ابن عرفة الورغمي قدس الله سره الكريم. آية من آيات الله في العلم وفي الصلاح والتقى. المهم، فنفقت البغلة، ماتت، فتركها في الشارع، وكان الجو حارا قائضا في صيف شديد، فغبر عليها 2 أو 3 فما انتفخت، بتنتفخ في ساعات بسبب الحر. فحجب الناس، فأتاه بعضهم وقالوا له يا شيخ الإسلام، اتفق لهذه الدابة كذا وكذا وكذا. فابتسم وقال: وكيف تنتفخ وقد ختمت على متنها القرآن من المرات آلافا. لا إله إلا الله، قدس الله سره الكريم. آلافا يا شيخ الإسلام؟ طب كيف آلافا يعني؟ هذا من كرامات أولياء الله، يبارك لهم في زمانهم، فربما ختم القرآن في سويعات يسيرة كله، وإحنا إن قرأناه حدرا نحضر به أشد الحذر وأسرعه نحتاج تقريبا يعني أسرعنا ربما يحتاج بين 5 إلى 7 ساعات. هو ختم القرآن على متن البغلة من المرات آلافا، لذلك لم تتجيف، فدفنت كما هي، لم تتجيف. شيء عجيب أهل الله. اللهم أعد علينا من بركاتهم، اللهم كما أصلحتهم لك فأصلحنا بما أصلحتهم لك.